السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم جديد من عند الفراخ البيضاء يا جماعة، اللهم بارك يا رب. النهاردة اليوم 22 ما شاء الله ما شاء الله. تحويل عالي، مناعة عالية، كله بالخلطات الطبيعية وبالأعشاب وبدون أدوية خالص. وسعنا المكان، أنا وسعت المكان، يعتبر 50 في متر، يعتبر 50 في متر ونص. طبعا الحيطة مش شبرة، فكملتها بحتة خشب ورا هي علشان بس أعدل الشبورة بتاعة المكان. بس النص في متر ونص اللي أنا وسعته ادى براح للفراخ وخلى الفراخ تعرف تتحرك عن الأول. امبارح لو تشوفوا الفيديو امبارح كانت الفراخ حاسة ان المكان ضيق عليها ومش عارفة تاخد راحتها. وان شاء الله اما يكبروا كمان شويه هنرجع نوسع المكان كمان شويه. كل ما الفراخ بتكبر كل ما بنوسع لها المكان، كل ما بتاخد راحتها كل ما بتديكي وزن اعلى. المكان الضيق بيعمل تفاوت اوزان وبيخلي الفراخ تعجز معاك وما بتكبرش معاك. المكان الواسع وخصوصا في الحر بيدي للفرخ مجال وراحته خالص ان هو يكبر معاكي ويجيب معاكي وزن عالي. ما شاء الله ما شاء الله. النوع روسي يا جماعه، طبعا انتوا عارفين ان قلت كتير ان الروس على يوم 25 او 27 او يمكن شهر كمان على ما يبتدي بالتحويل. الناس اللي متعوده مثلا تتبع على شهر ده الكب هو اللي ممكن يتذبح على شهر، لكن الرص انصحك لما توصل لشهر ما تقوليش اذبح، لان الرص اصلا هيبتدي يديكي وزن الاسبوع الاخراني، فهتبقي خسرانه لو انت ذبحت الرص على عمر شهر. لكن الكب التحويل بتاعه سريع وبيكبر معاكي على عمر شهر، عمر 32 يوم ممكن تذبحيه. بس نصيحه ما تذبحيش اي فراخ الا عمر 35 يوم، بتبتدي تديك الوزن الصح وتبتدي نتيجه حلوه. ما نربيش الفراخ ونتعب معاها ونيجي في اول اخر اسبوع اللي بيدينا تحويل حلو وبيدينا وزن ونقول نذبح. ناس كتير بتسالني بتقول لي عاوزين نذبح على عمر 27 يوم، عاوزين نذبح على عمر شهر. يعني نصيحة ما تذبحيش أقل من 35 يوم علشان تاخدي نتيجة حلوة. أقل حاجة 2 كيلو، 2 وربع، 2 ونص. 27 يوم يعني النهاردة 25 يوم هنقول للفرخة كيلو ونص، هتعملي ايه بكيلو ونص مثلا؟ للناس بقى اللي بتحب الفراخ الصغيرة قوي بس بتبقى طرية، يعني كل ما بتوصلي ل2 ونص و3 كيلو في الفراخ البيضة كل ما بتكون أحلى، وبتحسي ان انت حتى ربيتي يعني صرفتي واكلتي ولقيتي حاجه. لكن الفرخه كيلو ونص بتبقى طريه قوي. فهنحضر خلطه النهارده ان شاء الله ان شاء الله هترفع من مناعه الفرخ وهتعالج الامراض التنفسيه والمعويه وتطهر الامعاء، وكمان بسيطه جدا جدا من قلب مطبخك، مش هتكلفك كتير، واهم حاجه بتعالج الامراض وبتفتح الشهيه عند الفراخ. بس ملحوظه، الخلطه دي تتعمل اخر اليوم عشان لسه الجو حر ودرجة الحرارة عالية، فعشان الفرخ ما يتعبش معاك ويسخن اكتر تخليها لاخر اليوم. فصلي على النبي بقى كده وحطي لي لايك بايديك الحلوة وتعالي نحضر الخلطة مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نحضر الخلطة يا جماعة. خلطة النهاردة على قد ما بسيطة، على قد ما هي بتعالج من الامراض وبترفع الوزن. معانا بصل وثوم وليمون، بصلايه وسط، 4 فصوص ثوم، ليمونه بقشر. هننزل عليهم بايه؟ معلقه من الكركم، نص معلقه من القرنفل، وزيها او اقل شويه من الشطه الحمراء. طبعا من اقوى الحاجات اللي بتقتل الفيروسات والبكتيريا وبتحسن الهضم عند الفراخ. وكمان ننزل بايه؟ بمعلقه من العسل الاسود، فاتح شهية حلوة قوي للفراخ، ومعلقة من الخل الابيض، معلقة حلوة كده من الخل الابيض. يبقى عملنا خلطة بسيطة جدا بتعالج الامراض، بتفتح الشهية، بتزود الوزن، ما شاء الله ما شاء الله. كمان ومضاد السموم. البصل والثوم والليمون لوحده من اقوى روافع المناعة، وكمان بيعالج البرد، الطشمة، العطسة، الخنفرة، مع القرنفل يا جماعة برضو اللي بيقضي على الأمراض التنفسية والمعوية. الكركم صيدلية كاملة متكاملة لزيادة الوزن، علاج الكساح، علاج تورم الرجلين، مضاد أكسدة، بيقضي على الديدان، بيقتل الفيروسات، بيطهر أمعاء الفراخ. الشطة يعني ربع معلقة كفاية علشان لسه الجو حر، من الحاجات اللي بتطهر الأمعاء
وبتنضف بطن الفراخ وبتحسن الهضم. مكونات بسيطة خالص بترفع المناعة وبترفع الوزن في نفس الوقت. ناخد كل الحاجات دي كده ونقلبها كويس مع العلف. على فكرة الوصفة دي انا عاملاها اخر اليوم، مش عاملاها بالنهار. انتوا عارفين برضو ان لسه درجة الحرارة عالية، والفراخ كل ما بتكبر كل ما درجة الحرارة بتعلى في جسمها. يبقى احسن حاجة تعمليها في اخر اليوم. يعني احنا دلوقتي بقينا المغرب، نقلب الخلطة كده كلها مع بعض. لو انت عندك عطسة، خنفرة، اي مشاكل تنفسية ان شاء الله هتقضي عليها تماما وهترفع المناعة كمان. الحاجات البسيطة دي يا جماعة بتظبط الوزن عند الفراخ وبتنضف بطنها من اي حاجة. طبعا الشطة مع القرنفل مع الكركم، التلاتة دول يا جماعة سحر في رفع الوزن وتطهير الامعاء. لازم نخلط كل حاجة كده مع بعض. الخل برضو من مضادات السموم او بديل مضاد السموم. طالما بنستخدمه من اليوم الثامن امشي كويس يعني، وما بنستخدمش العلف النهي، يبقى خلاص مش محتاجين مضاد سموم، هو بيقضي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الخلطة دي يا جماعة لو عملتيها كل يوم ما عدا الشطة والخل، الشطة والخل ما تستخدمهمش كل يوم. والشطة للناس اللي عاوزة تستخدم الشطة، ما تستخدميش الشطة قبل 20 يوم. ما ينفعش تستخدمي الشطة للفراخ البيضاء قبل 20 يوم، انا بقول اهوت. طبعا الخل من عمر 8 ايام ما فيش منه مشكلة. جميع الحاجات اللي انا حاطاها ممكن على عمر اسبوع عادي ما فيش مشكلة. الشطة يا جماعة بعد 20 يوم، علشان بتبقى حامية على الفراخ، وبتحط نسبة بسيطة، رشة بسيطة، ربع معلقة بالكتير، نص معلقة على كمية العلف اللي انت شايفاها دي. بجد بجد سحر في رفع الوزن، سحر في قتل الفيروسات، سحر في قتل البكتيريا، وبتنشط الدورة الدموية عند الفراخ وبتديها طاقة طبعا. والعسل لوحده يا جماعة فاتح شهية من الدرجة الأولى. يبقى انت كده عملت لفراخ التحصينة ورفعت المناعة وزودت الوزن ونضفت بطن الفراخ من اي حاجة فيه، وخليت امتصاص العلف كويس. يعني ايه امتصاص العلف كويس؟ يعني الفرخ يمتص كل حباية علف يستفاد بها تطلع لحمة على جسمه. بمعنى ان انت لو لقيت الحمام بتاع الفراخ لونه بنفس لون العلف تعرفي ان هي عندها سوء هضم. عندك الشطة من الحاجات اللي بتنشط الهضم، عندك الفلفل الاسود برضو من الحاجات اللي بتنشط الهضم. القرنفل حدث ولا حرج يا جماعة، مضاد للالتهابات التنفسية والمعوية، وبيعالج جميع المشاكل التنفسية والمعوية عند الفراخ. الله اكبر، الله اعظم من العزة والدم لله. يعني احنا المغرب الوقت ده المغرب. عشان بقولك احنا تعمليها لاخر اليوم للفراخ بتاعتك، علشان كل ما بندخل على الليل كل ما درجة الحرارة بتقل كل ما النتيجة بتاعتها تبقى احلى. لو عملتها في الحر الفرخ درجة الحرارة هتعلى في جسمه اكتر وهيمكن يتعب منك. فالحاجات اللي هي بتبقى حامية اللي فيها بصل، اللي فيها شطة، اللي فيها زي الخلطة بتاعت النهاردة دي، يفضل بتكون اخر اليوم في الطراوة، علشان تبقى نجيب نتيجة حلوة للفراخ. والشطة حلوة قوي يا جماعة في الشتاء. الشطة لو حطيتها بكترة شوية في الشتاء مفيش مشكلة، بتدفي جسم الفراخ وبتدي للفراخ طاقة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.